يا مساء الهنا والسعادة على عيونكم، يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير إن شاء الله. النهاردة هاخدكم معايا لشاطئ جديد ومكان جديد في مطروح، الجنة اللي على الأرض، اللي بجد الواحد سافر كتير ما شافش في حلاوة البلد دي. كل حتة فيها أحلى من التانية. البلد دي مش عايزة أسبوع ولا عايزة شهر، ده احنا لو قعدنا سنة مش هنشبع منها ومش هنجيب آخرها، لأن بجد البلد دي تحفة جدا. ومن أول لما شفتها وانا عشقت البلد دي وبقيت لازم كل سنة اروحها. تعالوا خدكم بقى معايا ونطلع على مينا حشيش. تحفة يا جماعة. طول الطريق كده واحنا ماشيين هنعدي على الملاحات اللي بيطلعوا منها الملح. بصوا، ده الملح هناك شغالين وبيطلعوا الملح، ولو ركنتوا على جنب بالعربية تقدروا كمان تعدوا وتشوفوه. ولا شجر التين اللي شجر من غير ورق لكن منبت تين زي ما انتوا شايفين كده، ده تين صحراوي، احلى تين ممكن تاكليه في حياتك، التين الصحراوي بتاع مطروح. وكل اللي راح مطروح عارف كده لازم ياكل من هناك التين الصحراوي. يلا بقى بينا هندخل على البلاج. واول لما بتدخلوا وتقعدوا هقول لكم كمان على الاسعار هناك عشان محدش يضحك عليكم. بجد هناك الاسعار تحفة وحكاية. اي بلاج تقدري تخشيه هتدفعي فيه 120 جنيه وهتاخدي 4 كراسي وترابيزة وشمسية. شفتي بقى اسعار زي كده؟ والله ما في كده. البحر والمية والهواء بجد، ولا المناظر الطبيعية اللي هناك تدفعي فيها 120 جنيه بس. ده احنا بنروح اماكن تانية وبيضحك علينا وبندفع مبالغ وهمية وما بيبقاش زي السحر والجمال اللي احنا بنشوفه هناك في مطروح. يعني حاجة ببلاش كده، تقفي وتستمتعي بالمية الفيروزية، المية المعدنية الشفافة شفافة بطريقة لا تتخيليها، والرملة الناعمة الجميلة، والأماكن اللي فيها صخور اللي شكلها مبدع وجميل. بجد الواحد هناك طول ما هو قاعد بيفضل يقول سبحان الخالق فيما خلق، سبحانه ما أبدعه. جمال رباني يا جماعة. المية مع الصخور حاجة كده تحفة. ليها حق الست ليلى مراد لما غنت لها وقالت يا ساكني مطروح جنية في بحركم، الناس بتيجي وتروح وانا عاشقة حيكم. وانا بقى وقعت في غرام البلد ديت من كتر جمالها ومن كتر السحر الطبيعي اللي بجد حاجة كده من صنع الخالق. شايفين يا جماعة منظر المية؟ شايفين الشط؟ تقفوا وتتصوروا وتاخدوا أحلى صور للذكريات اللي تفتكروا بيها البلد دي. البلد دي محدش راح وزارها غير لما وقع في غرامها وبقى لازم يروح ويزورها كل سنة. المصيف ما يبقاش مصيف غير لما نروح مطروح. هو المصيف أصلا كان مصيف قبل كده؟ ما ينفعش يكون مصيف. مهما تروحي في أي حتة، هتروحي شرم، هتروحي الغردقة، الجمال الطبيعي الرباني اللي مهما نسافر بره بلدنا مش هنلاقي زيه، ولا في هدوءه ولا في جماله. بره ده جمال، في البلاد اللي بره جمال مش هنقول لأ، بس ده جمال من صنع البشر. لكن عندنا جمال من صنع الخالق اللي بيخلق لنا كل حاجة جميلة. مصر أم الدنيا، تلفوا فيها وتشوفوا أماكن مش هتشوفوها في العالم كله من كتر حلاوتها وجمالها. شايفين؟ تطلعوا وتتفرجوا وتشوفوا الهدوء، بجد جميل جدا. ولو عايزين بقى كمان الولاد يلعبوا، يعني في اماكن تخشوا فيها بصوا هاديه وجميله للهدوء بقى كده والاستجمام. ولو عايزين بقى تروحوا الشواطئ اللي بيبقى فيها لعب والولاد بقى يلعبوا ويتصوروا مع الاسد الصغنطوط دوت، ويركبوا البنانه اللي تقلبهم في البحر اللي بجد انا بخاف منها جدا، او ياخدكم اللانش كده على الطوق ده ويلف بيكوا في قلب البحر كله، او تركبوا مش عارفه بيقولوا عليه الموتوسيكل ولا ايه اللي بيجري في الميه ده. يعني الألعاب دي أو الباراشوت. يبقى يلا بقى واطلعوا على الشواطئ التانية على اللاجونة. اللاجونة هناك الأسعار أغلى شوية، ب300 جنيه وفي ب400 جنيه اللي هي بيبقى فيها بول لو على الولاد عايزين ينزلوا فيه. دي بقى تتخشوا وتلعبوا وتعملوا كل اللي انتوا عايزين تعملوه. لكن لو عايزين الروقان يبقى عليكم وعلى الأبيض أو عجيبة. الشواطئ هناك تحفة بجد، جميلة جميلة جميلة. إن شاء الله هصور لكم أماكن تانية هروحها، بس ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو للتشجيع، دعمكم بيفرق معايا كتير. وأقول لكم أسيبكم في رعاية الله وللمنظر الطبيعي الساحر ده،
واستنوا رايحين فين؟ اوعوا تمشوا غير لما تقعدوا تستمتعوا بالغروب هناك على الشط، بيبقى ليه شكل رهيب جدا. قرص الشمس بيبقى كبير جدا وواضح وكأنه قدام ايدينا وقدام عينينا. تقفوا وتتصوروا كمان وتاخدوا صور حلوة جدا جدا وتتفرجوا على الجمال الرهيب الرباني. اوعوا تمشوا غير لما تحضروا الغروب هناك. ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم للتشجيع.